السلام عليكم. هشرح لك طريقة ايداع الفلوس في مكنة بنك مصر. ازاي تحط فلوس تعمل ايداع في حسابك لو انت ليك حساب بس بنك مصر. ومعلومة مهمة، لازم تحط الفلوس بتاعتك في بنك، يعني انا بنك اهلي احط في بنك اهلي، انا بنك مصر احط في بنك مصر، انا في بنك قطر احط في بنك قطر، انا بنك كيو ان بي احط في كيو ان بي. ما ينفعش اكون تبع بنك واحط في بنك تاني. هنبتدي نحط الفيزا بتاعتنا ونتك على اللغة العربية، وهندخل الرقم السري بتاعنا. وبعد ما ندخل الرقم السري بتاعنا جاب لنا هنا قائمة السحب، ملناش دعوة بيها، احنا هنتك على أخرى. هنا جاب لك قائمة بيانات، هنتك على إيداع نقدي فوري. إيداع نقدي فوري، أيوة هي دي، تك عليها. هنا بيقول لك جاري تنفيذ تعليماتك. هنا فتح الباب بتاع السحب. في مكان بيبقى له بابين وفي مكان بيبقى له باب واحد، تخلوا بالكم. لو بابين في مكان بيخلي باب فتح وتسحب منه فري، باب توت في باب واحد زي ده. هنا جاب لك القيمة بتاعتك. لو انت حبيت تحط 50 او 100 او 200، ما تحطش تحط 20 او 30 او اي فلوس فك. حط الفلوس بتاعتك، قفلت الباب المكنة بتاعتنا، جايبه لي دلوقتي جاري تنفيذ بياناتك. هنا جاب لي هنا اهوت، حطينا فئة ال200 12 ورقة ب2400 فوق اهمت. جاب لي هنا ايداع اخر اللي انا عايز احط تاني فلوس تانية اهمت. فئة ال200 جنيه في 12 ورقة ب2400 جنيه. ايداع اخر اللي انا عايز احط فلوس تانية وعدان او الغاء، لو انا عايز الغي عملية او استمرار، انا هتك استمرار. هنا قال لي هل تريد طباعة وصل، انا هقول له لا مش عايز وصل. هنا جاي لي تنفيذ تعليماتك، جاري تنفيذ تعليماتك كده. المكنة بتسحب الفلوس تشوف لو أي فلوس مزورة أو مقطوعة أو أي حاجة بتطلعها لي. هنا قال لي تم قبول عملية الإيداع، هل تريد إجراء عملية أخرى؟ أنا عايز عملية أخرى هتك نعم، مش عايز هتك لا، فأنا هتك لا. خلاص أنا مش عايزها. هنا قال لي تم استرجاع كده العملية قبلت، وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص.